الفيديو ده عبارة عن مجموعة قصص لبنات اتنازلت عن حقوقها لما جت اتجوزت، وده اللي حصل معاها في الاخر. بصوا معايا. صاحبتي كانت متجوزة في دبي وجوزها ما عندوش شقة هنا، وباباها رفض غير لما يجيب شقة هنا. وقفت قدامه وقالت لابوها يجيب منين يعني يسرق؟ بعد ما اتجوزوا سافروا دبي، سمعته بيكلم مامته بيقول لها تلاقيها ما كانتش لاقيه حد يتجوزها عشان كده قبلت. واحده بتقول خالتي قبل ما تتجوز جوزها ما كانتش موافقه عليه، جدتي ضغطت عليها عشان توافق، كان في الاتفاق هو عليه حاجات واحنا علينا حاجات، وهو بيشتري يقول لك لا اصل الفلوس خلصت، ما معيش فلوس اجيب السجاد، ما معيش فلوس اجيب مش عارف ايه. كل ما يروح يشتروا حاجه هم اصلا متفقين عليها يقول لهم مش معايا فلوس، مامتها تكمل له وتجيب مكانه لحد ما اتجوزوا خلاص. بعد الجواز بقى قال لها ايه؟ قال لها تلاقيكي كنت بايره عشان كده اهلك عايزين يخلصوا منك. بصوا يا جماعه عشان تعرفوا ان جدعنه البنات ما بتنفعش مع الرجاله. بصوا، واحده صاحبتي وهي بتتجوز باعت جزء من شبكتها علشان ما يتحوكش لحد وما يستلفش وكده يعني. مع اول خناقه قال لها ده انت بعتي ذهبك من ورا اهلك، الله اعلم هتبيعيني انا عشان مين وهتعملي ايه من ورايا. واحده وهي بتتجوز هي اللي حجزت الفستان والميك اب على حسابها، وفهمت اهلها ان هو اللي مديها الفلوس. فبعد الجواز بقى قال لها ايه؟ هو انت كنت لاقيه حد يعبرك اصلا؟ ده انت كنت هتموتي عليا. واحده تانية بتقول اصريت على بابا ان هو ما يكتبش قايمه عشان خاطر الولد اللي انا بحبه كان مصر ان هو ما يكتبش قايمه وعايز يتجوز كده وخلاص، وبابا ما كانش موافق، فاصريت والجوازه تمت واتجوزنا، وبعد سنه اتجوز عليا. واحدة خطيبها طلب منها انهم يبيعوا الذهب علشان يقدر يكمل الشقة، وسمعت كلامه وباعته فعلا وجابت مكانه ذهب صيني قدام اهلها يعني. بعد الجواز حصل بينهم خلافات كتير واتطلقوا، رفعت عليه قايمة راح لاهلها وقال لهم بنتكم واخدة الذهب كله وانا معرفش عنه حاجة، وشوفوا بقى وديته فين. عمركم شفتوا بجاحة اكتر من كده؟ فنصيحة لاي بنت ما تتنازليش عن حقك عشان حد، لان انت بعد كده هتتعايري بيه.